وفقا لواحد التقرير جديد اللي كنشرو موقع ستاتيستا غير هذه واحد 3 ايام على قطاع التعدين في المغرب. هذا الموقع بالمناسبه اللي كيتعتبر كاحد اشهر المواقع في الاحصائيات العالميه الاقتصاديه والصناعيه، قال باللي ان الناتج المحلي الاجمالي للقطاع ديال التعدين في المغرب فاق 6.2 مليار ديال الدرهم في الربع الثاني من سنه 2024، اي حوالي 618 مليون دولار. هذا الانجاز جاء من بعد ما وصل القطاع للذروه ديالو في الربع الاخير من سنه 2023 بقيمه ديال 7 المليار ديال الدرهم، قبل ما يعرف واحد التراجع كبير في البدايه ديال نفس العام. ولكن هاد الارقام وهاد الاحصائيات واش كتعكس واحد التنميه مستدامه بالنسبه للمغرب؟ واش فعلا القطاع ديال التعدين المغربي كيعرف واحد التطور بحال الدول الكبيره؟ في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا اننا نحلوا هاد التقرير بالتفصيل، وغادي نشوفوا هاد القطاع كيفاش تيتاثر بالسوق العالميه وكيفاش كيواكب الابتكارات وشنو هما التحديات اللي كتحيط به. الا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي خلي لي معك ابوني للقناه باش يبقى يوصلوك ديما الفيديوهات، وايضا بارطاجي مع الناس اللي كتعرف، وخلي لي معك واحد اللايك وتعليق منين تسالي الفيديو. وكيف ديما بلا زواق ندوزو للتفاصيل باش نفهموا مزيان الوضعيه ديال قطاع التعدين في المغرب. خاصنا ضروري نرجعوا شويه للور. كما هو معروف المغرب عنده واحد التاريخ اللي كبير في انتاج ديال الفوسفات، وكان ديما متصدر عالميا. كتعرفوا باللي حنا عندنا اكثر من 70% من الاحتياطي العالمي ديال الفوسفات. هذا الرقم كيبين باللي حنا في واحد الموقع استراتيجي عالمي، ولكن كيطرح واحد السؤال اللي مهم: علاش كيبقى الاعتماد ديالنا على تصدير الماده الخام رغم الانجازات اللي شفناها في الربع الاخير من سنه 2023، بحيث ان القطاع وصل المعاملات ديال 7 ديال المليار ديال الدرهم؟ كيبقى هذا النجاح هو واحد النجاح اللي هش، بحيث في بدايه ديال 2024 عرف واحد التراجع اللي كبير في العائدات، والسبب كان هو التقلبات ديال السوق الدوليه. هذه الوضعيه فكتقول لنا باللي ان المغرب خصو يخدم على تنويع ديال الانتاج، ولكن كيفاش؟ من خلال تطوير الصناعات التحويليه بحال تصنيع الاسمده وحمض الفوسفوريك اللي كيزيدوا واحد القيمه مضافه. حيت الا خدينا دول على سبيل المثال بحال الصين والهند اللي كيستوردوا ماده خام، ولكن من بعد ما تيقوموا بالصناعه التحويليه ديالها فكيوليو يصدروها بواحد الاثمنه اللي مضاعفه. وحنا في نظركم واش ما نديروش بحالهم؟ واش ما جاش الوقت فين حتى حنايا نبقاو نحتفظوا بالماده الخام ونزيدوا لها واحد القيمه مضافه ونصدروها حتى حنايا بواحد الاثمنه مضاعفه؟ في العالم اليوم وفي التطور ديال التكنولوجيا الحاليه فالليثيوم والكوبالت ولاو تقريبا بحال الذهب. هاد المعادن فولات كتشكل العمود الفقري ديال الصناعه ديال الطاقه المتجدده وديال السيارات الكهربائيه. وهنا كيبان واحد السؤال كبير: واش المغرب ما يقدرش يدخل حتى هو النادي ديال الكبار ويولي حتى هو واحد اللاعب رئيسي في هذا المجال؟ ايوا سيادنا، كاينين هنايا في المغرب في بعض المناطق منه في الجنوب فعندها بزاف ديال المعادن اللي نادره وقليل اللي عنده، ولكن كاينين بزاف ديال العراقيل وبزاف ديال العوائق اللي منها ضعف الاستثمار في الاستكشاف والتكنولوجيا. ولكن شنو خاصنا حنايا كبلد اللي عنده هاد المعادن كامله النادره؟ ايوا معلم، خاصنا تقنيات حديثه ومعاهد متخصصه في الاستكشاف المعدني باش نستغلوا هاد الثروات بطريقه اللي كتحترم البيئه وكتحقق ارباح مستدامه. يعني الربح يبقى يجي من بعد ما نقوموا بهذه العمليه. خاصنا نعرفوا باللي ان استراليا والصين هما رواد ديال هذه الصناعه، ولكن كيفاش قدروا هاد الناس ينجحوا وحنايا لا؟ ايوا سيادنا، الجواب بسيط جدا، وهو ان هاد الناس او هاد الدول فاستثمروا في الابتكار وخلق شراكات استراتيجيه. ايوا والمغرب واش قادر يمشي في هاد الطريق؟ وشنو ممكن يدير باش ينافس في هذا السوق اللي كتكبر نهار بعد نهار وغادي تولي رائده في التكنولوجيا وفي الاقتصاد العالمي؟ ملي اي واحد كيتفكر الفوسفات فكتجي قدامه غير الثروه وقدامه غير الفلوس الى اخره، ولكن راه ما كنفكروش في العراقيل اللي كتحد من التطور ديال القطاع. واخا حنا عندنا واحد الثروه اللي كبيره وواحد الاحتياطي عالمي كاكبر مصدر للفوسفات، فكيبقى الاعتماد عليه خطير بزاف، لانه كيجعلنا في مواجهه مباشره مع تقلبات ديال الاسعار في السوق العالميه. او من جهه اخرى فكاين واحد المشكل اللي كبير، وهو كاين مشكل ديال المعايير البيئيه. فالعالم كامل كيتجه نحو تقليل ديال الانبعاثات، والمغرب خاصو يواكب هذه التطورات باش يمشي مع العالم في السفينه. والحل اللي ممكن يكون فهو التعدين الاخضر، يعني ما يكونوش انبعاثات ديال هذه الغازات اللي كتسبب في الاحتباس الحراري. فإلا خدينا على سبيل المثال منجم ديال الجرادة اللي كيعاني من مشاكل بيئيه اللي كبيره، هذا النوع ديال المشاكل فما كيهددش غير البيئه، ولكن كيهدد حتى السمعه ديال القطاع دوليا.
الحكومة المغربية بدات تخدم على تطوير ديال هذا القطاع من خلال توقيع اتفاقيات دولية بحال اللي وقع مع الصين والهند، ولكن هذا الشيء بوحدو ما كافيش. الاستراتيجية بالعربية خصها تكون شاملة وتجذب استثمارات أجنبية بناء على شراكات محلية وتطوير ديال البنية التحتية ديال المناطق المنجمية، حيث كما هو معروف فالبلايص اللي فيهم هاد المناجم فما عندهمش شي بنية تحتية اللي تعول عليها. إذا شنو خصنا نديرو أو لا المغرب شنو خصو يدير؟ فخاصو يستثمر في التعليم والتكوين باش يبني كفاءات محليه قادره تواجه هاد التحديات ديال السوق العالميه. واحد السؤال اللي ديما كيجيني في بالي هو علاش كيبقى التركيز ديما على الاستثمار الاجنبي؟ علاش واش حنا ما نقدروش نبنيو صناعه محليه قويه اللي تقدر تخلق فرص عمل ومباشره وتزيد من القيمه المضافه ديالنا حنا كيد عامله مغربيه؟ فإلا خدينا من المنظور ديال الارقام فقطاع ديال التعدين كيبان واحد القطاع اللي واعد وعنده بلاصتو في السوق العالميه وفي الاقتصاد العالمي المستقبلي، ولكن سيادنا منين كندخلوا في التفاصيل فكيبان باللي ان خاصنا نغيروا الطريقه اللي كنديروا بها او لا كنسيروا بها الامور. واش التصدير ديال المواد الخام بوحدو كافي؟ الجواب هو لا، ما كافيش. والحل هو التصنيع المحلي باش المغرب يزيد من المداخل ديالو ويضمن واحد الاستقلال واستقرار اقتصادي كبير. ولكن هذا الشيء كيتطلب واحد الرؤيه استراتيجيه اللي بعيده المدى واستثمار في التكنولوجيات الحديثه. والمغرب خاصو ضروري يفكر في الدول الرائده والدول اللي قدرت تنجح بحال الهند مثلا اللي ولات مصدر رئيسي للاسمده في العالم. غير هي خاصنا ضروري نعرفوا واحد الحاجه، فالتعدين ما خاصوش يكون على حساب البيئه او على حساب الناس اللي كيسكنوا فيها. وكنا عارفين المشاكل الصحيه اللي كيعانيوا منها هاد الناس او هاد السكان اللي كيكونوا في المدن اللي قريبه للمناجم ديال الفوسفات او المناجم ديال المعادن بصفه عامه. المناجم اللي بحال اللي في جراده فكتطرح بزاف ديال الاسئله اللي مثلا كيفاش نحافظوا على البيئه، كيفاش نحسنوا من ظروف العيش ديال السكان. والحل هنايا فهو الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء وتطبيق معايير دوليه في التعدين باش نضمنوا واحد التوازن بين الاقتصاد والبيئه والمجتمع. لان المغرب باش يقدر يكون مستقل اقتصاديا فضروري خصو يطور قطاع ديال التكوين المهني وايضا البحث العلمي باش يقدر يخلق واحد يد عامله وواحد الكفاءات اللي يقدروا ينوضوا بهذا القطاع ويقدر يساير به العالم. دابا السؤال اللي خصكم ضروري نتوما خوتي وخواتاتي اللي كتفرجوا فيا تطرحوه مع راسكم، واش حنا فعلا في المسار الصحيح؟ وشنو ممكن نديروا باش نستغلوا هاد الثروه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى في المغرب بالطريقه المثلى؟ خليوا لي الراي ديالكم في هذا الفيديو وخليوا لي الراي ديالكم في الموضوع ايضا، وشاركوا معايا شنو هما المواضيع اللي تبغيو اننا نناقشوهم. ما تنساش الا وصلتي لنهايه الفيديو خلي لي معك التعليق ولو غير بنقطه، انا كنتقبل جميع التعاليق وجميع الاراء سواء زوينه سواء خايبه. كان معكم انس ونشوفكم في فيديو جديد مع موضوع جديد. مع السلامه.